ودلوقتي بقى بتيجي اهم مرحلة، وهي انهم يفتحوا كل الكونتينرات على بعض من جوه عشان يعملوا المساحة الواسعة للبيت. وده بيتم عن طريق انهم بيستخدموا الصاروخ في قطع كل الجدران اللي جوه كلها. ويظهر كده ان الموضوع ده صعب شوية، فاشتغلوا مع بعض وكل واحد مسك الصاروخ بتاعه، وطبعا لبس القناع اللي بيحمي من الشرارة، وبدأ يقطع جزء من الجدران الداخلية، واخيرا بيقطعوا اخر جزء ويخرجوه من البيت. وبعدها الراجل بيجيب الكمبريسور او ماكينة رش الرمل الضخمة دي، ويحط فيها كمية من الرمل، وبيظبطه على درجة معينة من الضغط عشان يرش الرمل بقوة دفع معينة. طيب انت اكيد دلوقتي بتسأل ايه فايدة الجهاز ده، والخطوة دي اصلا ايه لازمتها؟ بص انا هفهمك. العملية دي بتتم عن طريق نفخ الرمل بالهواء المضغوط، وبيوجهوه على السطح اللي عايزينه، وبالذات اللي بيكون فيها صدى وتآكل او حتى دهان. وده بيشيل كل طبقات الصدى او الدهان القديم من على الاسطح المعدنية، حاجة كده كأنك صنفرت السطح ده كله. والميزة بقى ان الجهاز اللي انت شايفه ده متطور جدا، وممكن يشيل لحد 70 لتر من الرمل، يعني مش تحتاج تعبيه كل شوية. لكن طبعا قوة الدفع دي للرمل ممكن تسبب اذى كبير للراجل اللي بيرشها، عشان كده تلاقيه لابس لبس غريب زي رواد الفضاء. وفي النهاية السطح بقى ناعم جدا، ومفيش عليه اي اثر لصدى او اي دهان قديم. وبعد كده الراجل كنس كل الرمل اللي في المكان وطلعه بره،